ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال. وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. جايلكم النهارده بقى بيوم جديد وفيديو جديد. طبعا الفيديو ده متصور من يوم الجمعة، كنت عند ماما، فكنت بعمل لهم اكله حلوه كده هما بيحبوها على طول من ايدي، وانا بصراحه بعملها حلو، اللي هو الفراخ اللي هي الكنتاكي. فقلت كده اصور لكم ايه مقتطفات كده عنها وانا بعملها. بصراحة كانت جميلة اوي. لو عايزين الطريقة بقولولي وانا هبقى اعملها معاكم في مرة. بس طمنوني عليكم عاملين ايه. عايزة اتكلم معاكم كده في كذا حاجة يا بنات، يعني على دخول سنة 2026. حاجات كده بصراحة انا يعني ناوية بإذن الله ان شاء الله هدخل بيها السنة دي. فأول حاجة ناوية ايه، يعني انا هتكلم معاكم وكده الفيديو يشرح نفسه يعني. فأول حاجة كده تعلموا تقولوا لأ. انا عن نفسي هتعلم ان انا اقول لأ. اصل انا 3 حاجات بصراحة يعني تعبوني في حياتي. تعبوني انا كنورة، ان انا بتكسف، وان انا ما بعرفش اقول لحد لأ، وان انا احترم اللي قدامي زيادة عن اللزوم بصراحة. فهتعلم ان انا اللي يحترمني هحترمه، اللي مش هيحترمني خلاص يعني بلا تعامل معاه اصلا. ولازم اقول لأ، يعني انا مقررة في السنة الجديدة هتبدأ ولازم اقول للي قدامي لأ، مادام هو بيقول لي لأ وعارف ان لأ دي هتضايقني او هتزعلني، فانا لا، مش لازم ان انا اخاف على طول على زعل، لازم انا اقول لأ. بس يعني وايه تاني، استنوا كنت مرتبة الكلام كتير والله بس مش عارفة. والكسوف، كنت بقول ان الكسوف ده دمرني ان انا اتكسف من اي حاجة. انا بتكسف من خيالي لو بصيت لنفسي في المراية بتكسف من نفسي. فدي انا ناوية والنية لله وان شاء الله ان انا هبطلها، واللي يقدرني هقدره، واللي هيحترمني هحترمه، واللي هيشوفني في مكانة حلوة هشوفه في مكانة احلى. غير كده ما محدش لحاجة يعني، محدش ليه عندي تقدير زيادة عن اللزوم. هو اللي هو هيديهولي هيلاقي زيه، اكتر منه لا. بس دول 3 حاجات انا يعني شغالة على نفسي عليهم اليومين دول ان انا ابطلهم. وفي خطة ان شاء الله همشي عليها برضو يعني ايه. انا قاعدة اليومين دول كده بصراحة بكتب اللي انا عايزة اعمله كله. عايزة اشتري حاجة، عايزة اعمل حاجة، عايزة ابدأ حاجة جديدة، عايزة اغير مبدأ من مبادئي اللي مضمني. كذا حاجة كده ايه اكتب، فاهميني. من ضمن الحاجات اللي انا عايزة كاتباها يعني، في كذا حاجة عايزة اعملها عندي هنا في شاء الله بإذن الله بإذن الله. على دخول السنة هكون ربنا يكرمني إن شاء الله وأعملها كذا حاجة كده. وانتوا بصراحة يعني الورقة والقلم دول بصراحة أنا بحبهم، بحب أكتب. أنا أصلا بحب الكتابة، طول ما في إيدي قلم وفي إيدي ورقة بحب أكتب أي حاجة، بحب أكتبها. فبكتب بقى، نفسي أجيب حاجة بكتبها ايه هي الحاجة اللي أنا عايزة أجيبها. حاجة في حاجة ليا، حاجة في البيت، حاجة في المطبخ، حاجة ديكور عايزة اشتريه، حاجات عايزة اشتريها. وعاملة كده حاجة يعني ايه، حصالة، يعني جايبة حصالة كلام من أول شهر 9، وبحط كل ما يبقى معايا حاجة بحطها فيها، يعني
بالحصالة 10 5 15 20 اللي بيتبقى معايا في اليوم يعني اليوم بطفي. وبإذن بشيل الطوارئ حاجة، عايزة أجيب حاجة جديدة، عايزة ملاية، عايزة أجيب حاجة في المطبخ. فإن شاء الله بإذن الله هبقى أفتح الحصالة دي معاكم. يعني أنا قربت أفتحها إن شاء الله، هفتحها على قبل رمضان كده بشوية، هبقى صورة هفتحها معاكم في فيديو. وايه تاني عايزة اقولهالكوا، والله انا مرتبة كذا حاجة بس اول ما بفتح التسجيل كل حاجة بتروح مني، بطة بلدي عنها. لما افتكر بقى يا بنات ايه بقية الكلام وكده، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رجب، ربنا يجعله شهر خير ان شاء الله، بل رجب وشعبان ويبلغنا رمضان بإذن الله، لا فاقدين ولا مفقودين. مين يا بنات بيصوم في رجب؟ انا بصراحة نفسي اصوم. انا رمضان اللي فات كنت انا والدة تاني يوم رمضان اللي فات، فيعتبر رمضان كله مكانش فيه صيام ليا خالص، فما حسيتش بيه نهائي. فعايزة اصوم الايام دي باذن الله باذن الله، في شهر رجب وشعبان اكون خلصت انا صمت هو اول يوم بس، فان شاء الله يبقى كده 29 يوم تقريبا، فان شاء الله هقسمهم ويبقى الثواب ثوابين بإذن الله. هبتدي كده ان شاء الله بإذن الله، ممكن ابتدي من بكرة الاتنين، ممكن ابتدي يومين وافطر يوم، بس لو اتنين وخميس حاسة ان هما هيبقوا بعاد اوي، عايزة اخدهم كده ورا بعض بإذن الله. لو في حد يا بنات لو كده نشجع بعض ونصوم، اكتبولي في الكومنتات، هستنى تعليقكم، لو كده نبدأ مع بعض. وبس كده هستنى رأيكم، يعني هستنى تعليقاتكم، لو كده نبدأ من بكرة ان شاء الله مع بعض. تفطروا فين اول يوم رمضان؟ انا بإذن الله افطر في بيتي معي كده أسرة مع بعضينا، مش هروح اول يوم ما افطر في البيت عندي. واشتركش تشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديو واشعار بيه، كده نبقى عيلة وصحاب كده ان شاء الله. واللي بيشوف الفيديو يعني يكتب تعليق يعرفني وعرفوني بتتابعوني منين، تابعني يعرفني بيتابعني منين. بصوا في حاجة كده كنت عايزة اقول عليها، بس يعني مش عارفة هقول لكم وبرضه يعني، بس لو ما لقيتش رد خلاص مش هعملها بصراحة. نتكلم يعني هعمل يعني اسيب لينك الانستجرام على هنا على الصفحة ونتكلم على الانستا، ولا احط رقم يبقى رقم واتساب، اشتري رقم وخليه رقم واتساب بس مش مكالمات، هو واتس بس نتكلم عليه. يعني عايزة اعرفكم اكتر وانتوا تعرفوني وكده، بس انا بصراحة يعني ايه ماليش اصحاب كتير، يعني اصحابي اصلا محدودين، هما كام واحدة كده يتعدوا اصحابي وما بنتكلمش على طول. ف برضه من ضمن الخطة اللي انا نفسي يعني اعملها ان انا يبقى عندي صحاب، يعني انا ماليش بخت في صحابي قوي بصراحة، بس هما اللي طلعت بيهم كده كام واحدة يتعدوا على الصوابع، عايزة كده يبقى ليا صحاب واخوات. فقولولي لو كده اعمل رقم واتساب
ونتكلم عليه واتساب ولا اخليه الانستا ونتكلم على الانستا؟ استنى برضو رأيه. وبس كده يا بنات، وان شاء الله تبقى سنة خير، انا متفائلة بيها ان شاء الله بإذن الله، تبقى سنة خير علينا وعلى الناس كلها بإذن الله. بس وكده الفيديو يكون معانا خلص، واشوفكم في فيديو جديد، وهتوحشوني. باي باي، مع السلامة.